السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النهارده هنفرّز مع بعض التوم بطريقة سهلة وبسيطة، ودي أفضل طريقة لتفريز التوم، بيقعد عندي سَنة كاملة ما بيجرالوش أي حاجة. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وهابدأ أقطع العرق الأخضر. العروق الخضرا دي يا جماعة لو حابين تستفادوا منها، ممكن تاخدوها تغسلوها كويس جدًا وتقطعوها وتفرموها مع فلفل أخضر، وتضيفوا عليها خل وليمون وكزبرة ناشفة وكمون وملح، وتضيفوا عليها كمان معلقة توم اللي هنفرمه دلوقتي. وتشيلوها في الفريزر تعملوا منها تتبيلة الباذنجان المخلل أو تتبيلة السمك. أنا هنا ما باقشّرش التوم، أنا باشيل بس الجزء الناشف اللي فوق، وباشيل طبقة القشر الخارجية وطبقة القشر اللي بين الفصوص. كده التوم لسه أخضر فمش محتاج إن أنا أقشّره. أنا بافرّز التوم في برطمانات إزاز وبادخّله الفريزر، ما تقلقوش البرطمانات مش هتفرقع، بس أهم حاجة لازم نكون غاسلين البرطمانات كويس جدًا ومنشفينها ومعقّمينها. علشان نعقّم البرطمانات بنسخّن الفرن كويس جدًا ونطفيه، وندخّل البرطمانات على الشبكة من غير الغطيان، وبكده تبقى جاهزة معانا وزي الفل. أنا زي ما قُلت لكم أنا ما باقشّرش التوم، أنا باشيل الجزء الناشف اللي فوق وباشيل طبقة القشر اللي بين الفصوص، وبعد كده هاغسله كويس جدًا من أي أتربة، وهاصفّيه في مصفى كبير. أنا خلاص غسلته بمَيّة عادية خالص وصفّيته، ودي الكمية يا جماعة اللي أنا هافرّزها، دول 7 كيلو، طبعًا كل واحدة بتفرّز حسب احتياجها للتوم، ممكن تفرّزي 3 كيلو، ممكن 2، ممكن كيلو. أهم حاجة لازم الكبة تكون مغسولة كويس جدًا ومنشّفينها، والتوم طبعًا مغسول ومتصفّي. زي ما قُلت لكم في أول الفيديو يا جماعة إن دي أفضل طريقة لتفريز التوم، أفضل بكتير من التوم اللي بنعلّقه حزمة في البلكونة أو في المطبخ، ما بيقعدش معانا طول السنة وبيفرّغ. لكن التوم المفروم ده يا جماعة بيقعد معانا طول السنة في الفريزر، محتفظ بريحته وبطعمه وبلونه. جرّبي تفرّزي كيلو أو نُص كيلو في برطمان صغير، إن شاء الله مش هتندمي وهيعجبِك جدًا، وهيوفّر معاكِ في الوقت وفي المجهود، وهيكون جاهز معاكِ طول الوقت في الفريزر. طبعًا ما فيش غنى عن التوم. أنا هنا يا جماعة هابدأ أضيف الملح، هاضيف حوالي 3 معالق ملح كبار على الكمية دي. وفايدة الملح هنا يا جماعة إن هو بيحافظ لي على لون التوم أبيض طول الوقت. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدخلوا تشوفوا الفيديوهات اللي أنا نزّلتها قبل كده، إن شاء الله هتعجبكم جدًا وهتستفادوا منها، وإن شاء الله وبإذن الله القناة تكبر بيكم. أنا هنا هابدأ ألِم اللي في الجوانب، وهاضيف نُص كوباية زيت على الكمية دي. وفايدة الزيت هنا يا جماعة إن هو بيخلّي لي التوم طري جدًا، حتى بعد التوم ما بيتفرّز بيبقى طري بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. شايفين لون التوم أبيض جدًا وطري، ده بسبب الملح والزيت اللي أنا ضِفته عليه. أهم حاجة يا جماعة لمّا نطلّع برطمان التوم من الفريزر، ناخد منه معلقة نضيفة وناشفة وندخّله الفريزر تاني في وقتها، ما ينفعش نسيبه ولا دقيقة واحدة برّه الفريزر علشان لونه ما يغيّرش. أنا هنا هاضيف معلقة زيت على الوش. ومهم جدًا يا جماعة برطمانات محكمة الغلق علشان يحتفظ بريحته. ودي كل الكمية اللي أنا فرّزتها. يا ريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وتدخلوا تشوفوا الفيديوهات اللي أنا نزّلتها قبل كده، إن شاء الله هتعجبكم جدًا وهتستفادوا منها. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.